سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وفي احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. عواشركم مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطولة العمر والصيام مقبول وبمغفره الذنوب ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا في قناه سلمى أمريم وفي فيديو جديد. المهم البنات، كي شفتوا هنايا انا في السطاح كنصور الوريدات اللي عندي في السطاح، وصراحه يعجبني الورد بزاف وديما كنهتم به وكنبغيه يكون زوين. واليوم البنات اقترحت عليا ريم باش نطلعوا للسطح ويعني نغيروا الجو، فقلت علاش ما نشاركش معكم شي غديوه ونشارك معكم الجليسه اللي درت في السطح. المهم البنات، في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا طريقه التحضير ديال القطبان وكذلك طريقه التحضير ديال الطنجيه. بالنسبه للقطبان البنات، عندي هنايا البروشيت ديال اللحم تقريبا 500 غرام، وعندي كذلك بصله كبيره اللي شلطتها رقيقه بزاف وصافي البنات. وكنحتاجوا القطبان اللي غادي نديروا فيهم البروشيت ديالنا. بالنسبه للتوابل البنات، عندي هنايا الملح، كندير الملح حسب الذوق، درت هنا معلقه صغيره، وكذلك البنات غادي ندير معلقه صغيره من الكمون. وتقدروا البنات تضيفوا السودانيه الا كان عزيز عليكم الحار، انا ما غاديش ندير السودانيه. وكذلك غادي نضيف الزيت النباتيه كيف تشوفوا معايا البنات، هذا هو الشكل. وغادي نضيف كذلك عليهم البصل اللي شلضناها من قبل، وممكن البنات تضيفوا توابل اخرى اللي انا غادي نضيفها من بعد. ودابا البنات غادي نخلطوا البصله مزيان مع داك اللحم ودوك التوابل اللي درنا. ممكن البنات تكتفيو فقط بهاد التوابل وممكن تضيفوا توابل اخرى. انا صراحه ملي بديت كنخلط ما عجبنيش اللون ديالو بزاف، غادي نزيد هنايا التحميره اللي هي طبيعيه، ما نزيد لها حتى شي مواد كيميائيه، كنشريها من عند العطار. كناخذ الفلفل اللي كتكون يابسه وكيطحنها ليا، وهنا زدت البنات عليها القزبر يابس، وصافي غادي نخلطوا المكونات مزيان حتى كنحصلوا على دوك القطبان مشرملين. وصافي البنات، كيكون هذا هو الشكل ديال القطبان اللي بغيت. حصلت على قطبان مشرملين تيكونوا بنانين، خاصهم غير شي شويه الحار ممكن تضيفوه الا بغيتو. هنا غادي نبدا البنات نعمر القطبان، كندير 6 ديال الحبات او 7. المهم كتعمروا القطبان ديالكم حتى كتكملوهم كاملين. وهنا البنات كيشفتوا من بعد ما كملت التعمار ديال القطبان، غادي نحط هاد القطبان في الشوايه وغادي نحطها على جنب بما وجدت الخضر اللي غادي نرافقها مع هاد القطبان. ممكن ترافقوهم مع اي حاجه بغيتو، تكتوكه او زعلوك او خضر صوتي، شلاضه بارده، اي حاجه البنات بغيتو. انا هنايا غادي نرافقهم غير مع البصله دوائر بالملح والبزار، وكذلك مطيشه حتى هي دوائر مع الملح والبزار. وهنا البنات كنت شعلت المجمر من قبل وخليت الفاخر حتى شعل مزيان. دابا غادي نحط فوق منه شويه ونخليهم يطيبوا وما نغفلش عليهم كل خطره، خصني ندورهم باش ما يتحرقوش لينا وفي نفس الوقت يطيبوا لينا مزيان. ومن بعد ما غادي نطيب القطبان غادي ندير ديك البصله ومطيشه حتى هما يتشواو، ونتلاقى بكم من دابا شويه.
المهم البنات قبل ما نمشيو نتغداو اجيو نديرو جوله في السطح ونوريكم النباتات اللي زارعه. هنا عندي شجره ديال الحامض، وهنا زارعه الزريعه ديال السلاوي يلا بدا كينوض، وهنا عندي هاد اللوايه وزرعه حداها مطيشه حتى هي بدات كتنوض، وهنايا زرعه لافوكا. وهنا البنات عندي هاد النبته هادي كانت عطاتها لي عكوزتي الله يرحمها مسكينه، وتبارك الله راه بدات كتخلف. هنايا زرعه النعناع حتى هو بدا كينوض، وهنا عندي الحبق ما عرفتش 3 الخطرات وانا كنزرعو باقي ما بغاش يصدق ليا، كينوض شويه ومن بعد تيموت. وهنا زرعه الفلفله الحلوه حتى هي يلاه بدات كتنوض. وهنا البنات زرعه مطيشه باقا هنا ما بداتش كتنوض، ولكن دابا حاليا راها كبرات. هنا عندي هاد اللوايه هادي، عندي هنا هاد الوريدات حتى هما ما عرفت الصراحه شنو سميتهم، المهم وهاد الشجره هادي. وهنا البنات هاد الشجره هادي ملي كتبدا تكبر كيخرجوا منها هاد الوليدات هادو اللي حتى هما تقدروا تقطعوهم وكتعاودوا تغرسوهم وتيكبروا وتيخلفوا. وهنا عندي هادي اللي بحال الشكل ديال الالوي فيرا. وهنا البنات عندي هاد الشجره كدير الورد حميمر، وكذلك كاينه هاد الشجره هادي. وهنا البنات كاينه اللوايه، هاد الفازه دا شحال من حاجه جامعه فيه المهم البنات. وهنا عندي هاد الوريده هادي اللي يلاه بدات كتنوض، كانت ديجا عندي نايضه ومن بعد ماتت، دابا راه بدات عاوتاني كتخلف، كتكون كلها خضراء وكتخرج منها واحد الوريده اللي هي صفيفره زوينه. وهنا البنات كيف قلت لكم هنا رجع شحال من حاجه، كاين اللوايه، كاين داك الورد الاخر. المهم هاد اللوايه حتى هي تبارك الله كتقطعوها واخا ما يكونش فيها جدر، غير كتقطعوها كتعاودوا تغرسوها وكتخلف ليكم. انا دايراها في شحال من فاز عندي في الدار. المهم البنات هنا كيف شفتوا عندي هاد اللوايه هي اللي قلت لكم كتخلف، تقدروا تقطعوا منها وتعاودوا تغرسوها في فيزان اخرين. وهنا عندي هاد الشجره هادي حتى هي صافي. المهم كيعجبني النباتات يكونوا في السطح، وفيما تلقى الورد كيعجبني نشريه، واخا بعد المره كنشريه وتيموت كنعاود نشريه، المهم ماشي مشكل، لابد ما غادي يجي واحد النهار ويصدق ليكم. وهنا هاد اللوايه ملي بدات كتكبر بديت كنخرجها من الشرجم هذا اللي كيطلع على الزنقه. وبالنسبه لبنات لهاد اللوايه راها كتبغي الظل وكتبغي حتى الشمس، وتقدروا البنات تحطوها حتى في وسط الدار عندكم، كتعطي واحد الديكور واحد المنظر زوين، سيرتو ان هي كتعيش حتى في الظل. وبعد المره البنات راه كيكون داخل فيها حتى واحد اللون صفيفر كيجي فيها زويون. المهم البنات هادو هما النباتات اللي عندي، وكانوا عندي حتى دوك الشجيرات اللي كيديروا الورد، ورد صفر غوز حميمر، ولكن دغيا كيموتوا ما عرفتش علاش، واخا زعما كنرد ليهم البال كنسقيهم ومع الوقت دغيا كيموتوا. ولكن في الاخير ملي كنمشي كنقلب ما كنلقاش فيهم جدر، بحال كيغرسوهم بلا جدر، يعني كيبقاو عندك واحد الفتره ديال اسبوع ومن بعد صافي كيموتوا، خصك تمشي تشري وحدين اخرين. المهم هادو ما عمرهم صراحه صدقوا لي، ديما كنشريهم وما كيصدقوش. وكانوا عندي شكلات اخرين بحال شكل الخصه حتى هما ما تيصدقوش. المهم البنات هذا هو السطح. هنا عندي هاد الرسومات اللي مصايبينهم يدويا، يعني بيدينا مصايبينهم وصافي. ودي هي الطبيله اللي وجدت، يعني الطبله متواضعه ماشي شي حاجه، ولكن غير لتغيير الجو. وما تمشيو فينا البنات خليكم معايا، حيت باقا غادي نشارك معكم طريقه التحضير ديال الطنجيه في الكوكوط. كنت غادا نديرها في الطنجيه ولكن غيرت رايي في الدقيقه 90 ودرتها في الكوكوط. المهم البنات خليكم معايا ما تمشيو فينا. وهادو البنات هما الطنجيه، كاينين بالاحجام، عندي من الكبيره حتى للصغيره، هذه هي الكبيره فيهم، وكاينه هذه اللي شويه صغر منها كتهز 4 كيلو، وكاينه هذه تقريبا شي 3 كيلو، وكاينين هاد الصغيورين هادو اللي كيهزوا تقريبا واحد 4 ديال اللحم. المهم البنات صراحه كتبغيت ندير لكم الطنجيه في الطنجيه ولكن ما كتبش، حتى المره اخرى ان شاء الله.
كيف شفتوا البنات خديت اللحم في الاول ودرته في هاد الطنجيات هادو، قطعت اللحم الصغير باش يدخل لي في ديك الطنجيه، وفي الاخير صدقت ما طيبتهمش فيها. كنحتاجو البنات كاسة العنبة الماء، وكنحتاجو الزعفران الحر كنرطبوه حتى هو في كاسة الماء، نص كاس ديال زيت العود، وكنحتاجو نص حامضه مصيره يكون حايله البنات، راس ديال الثومه، وكنحتاجو كذلك معلقه كبيره ديال الكمون. صافي البنات هادو هما المكونات اللي كنحتاجو في الطنجيه، بالاضافه لمكون اخر اللي هو السمن الحر. ما كانش انا عندي البنات، ولكن ضفت نص دامه ديال كنور السمن، غير ما صورتوش ليكم. صافي البنات انا حيدت اللحم من الطنجيه كيف كتشوفوا، راني كنت مقطعاه صغير باش يطيب ليا. دابا غادا نديرو في الكوكوط. صافي انا كنحط اللحم كامل في الكوكوط، تقريبا ما عرفت الصراحه اللحم شحال، واش نص كيلو واش فوق من نص كيلو. المهم نضيفو المكونات، درت الثومه كنرمي الراس هكا كامل بقشورو، كنضيف كذلك الحامض مصير، كنضيف عليهم الزيت العود نص كاس، وكذلك البنات غادي نضيفو الزعفران الحر كنضيفوه بكل شيء ليه، وكنضيفو كذلك كاس ديال الماء. وصافي البنات غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الكمون. هنا بغيت نقادد الفلاش الساعه نسيت وما وريتكمش وانا كنضيف الكمون. المهم راني ضفت معلقه كبيره ديال الكمون، وصافي هذا هو الشكل البنات. وهنا ما كنضيفوش عليها، ما كنضيفوش الملح لان الحامض مصير راه مالح بزاف، والسمن حتى هو مالح، ما كنديروش الملح نهائيا. ودابا البنات غادا نشعل البوطه اللي غادي تكون مهيله بزاف، وغادا نخلي ديك الطنجيه طيب على خاطرها تقريبا شي ساعه الا ربع. هذا هو الشكل ديال البوطه اللي خليتها، نخليوها البنات طيب 45 دقيقه. وهنا البنات من بعد ما داز 45 دقيقه صافي دابا غادي نحل على الكوكوط ونشوف الطنجيه كيفاش الشكل ديالها. صافي البنات ملي حليت على الطنجيه لقيتها طايبه وتبارك الله. شوفوها كيف مخمخه، عرفتي غير كنهزها بالفرشيط كتهز، وجات فتيه ديك اللحيمه رطبه وطايبه مزيان، وحتى المذاق ديالها جا زوين وبنين. جربوها البنات غادا تعجبكم بزاف. اما الريحه البنات ما نقولش لكم عليها، عرفتي غير كتحلوها كتطلع معكم واحد الريحه ديال الطنجيه، وكانكم كتاكلوا الطنجيه في الطنجيه ديال بحال طايبه في الفحم نيت. المهم البنات كنتمنىكم تجربوا الفيديو وتجربوا هاد الوصفه هذه اللي عطيتكم، وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو ديال اليوم. ودابا غادي نحطها في طبق التقديم ونوريكم الشكل النهائي ديالها. شوفوا هنا البنات الكوكوط، بغيت نوريكم حتى الكوكوط. شوفوا راه ما تحرقات لا حتى شي حاجه، لان البوطه كانت مهيله وطابت على خاطرها. صافي البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطنجيه، واخا ما طابتش في الطنجيه ولكن راها فعلا جات البنات الطنجيه لا في المذاق لا في الشكل، وتبارك الله جات ديك المريقه ديالها خاطره، واللحيمات جاو طايبين فتيين، والمذاق ما نقولش لكم عليه. كنتمنى انكم تجربوها
ويكون الفيديو عجبكم، وسيرتو اننا حنا على ابواب عيد الاضحى وغادي يكون اللحم موجود عندكم في الدار. جربوها، ديروا غير نفس القياس اللي درت انا، يعني غير ديروا تقريبا غير شي نص كيلو. جربوها المره الاولى، الا صدقات لكم ممكن المره الجايه ديروا كميه اكبر. وهنا البنات نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وان شاء الله تجربوا الوصفه ديال الطنجيه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وعواشركم مباركه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وعيد مبارك سعيد.